السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا كاميليا فريد ودي قناتي. هنبتدي الفيديو بالصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام ونسمي الله. معايا هنا بقى هندخل على الفيديو كده على طول. معايا شوية دقيق، نص كيلو بقى، كيلو اللي يريحك. هنحط عليهم يعني ربع معلقة صغيرة ملح، حوالي معلقة كبيرة سكر، أو معلقتين صغيرين. يعني نقلب المزيج كله مع بعضه كده. بعدين معايا بقى شوية مية عاديين خالص من الحنفية خالص. واحدة واحدة بقى هننزل واحدة واحدة كده. هنعمل ايه يا كاميليا؟ هنعمل شوية فطير، اللي هو الفطير الصغير بتاع الأفران ده. أنا ولادي قالوا لي احنا عايزين ناكله دلوقتي، فمجبر أخاك لا بطل، يعني لازم نقوم ونعمل. حاضر. لمي العجينة كده، لمي الدقيق كله كده. يعني ما تزوديش مية علشان خاطر يعني واحدة واحدة واعجني، وبعد كده لو محتاجة مية يبقى حطي. لو لقيتي ان العجينة يعني طرت منك قوي قوي، ممكن تحطي لها شوية دقيق. طبعا احنا عملنا مع بعض الفطير قبل كده، الفطير المشلتت سهل قوي قوي قوي. انا على طول بعمله لولادي في البيت. تنسوش بقى ذكر الله كده، والصلاة على الرسول والحوقلة والدعاء لولادنا. انا لميت العجينة وحلتها بقى كده زي ما انتوا شايفين، يعني هلت فيها كده حوالي 10 دقايق. عندك عجان، اعملي في العجان، اشتغلي في العجان. تنسوش اللايك، لايك وكومنت حلو منكم كده. شايفين العجينة حلوة ازاي؟ بسم الله ما شاء الله تبارك الله. هحطها بقى تستريح حوالي 10 دقايق، ربع ساعة. كل ما تسيبيها تستريح كل ما تطلع معاكي حلوة. ادهن وشها كده بشوية زيت، وغطيها بقى بفوطة، بستريتش راب، بكيسة، بأي حاجة عندك، واركنيها تستريح. أنا بدهنها علشان وشها ما يشققش، ما ينشفش. كده أنا سبتها تستريح. نطلعها بقى نقسمها كده، نشوف هتطلع معانا كام واحدة. استغفر الله العظيم والذنب العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بصي أنا هفردها بقى كلها كده. أنا هفردها كده، هعملها يعني مستطيلة. تمام. هفرد بقى عليها الزبدة بتاعتي، ممكن زبدة على شوية زيت، وتفرجيهم عادي، ممكن سمنة على شوية زيت. المتاح عندك اعملي بيه، بس مش هينفع تعمليها بزيت.
بصوا أنا هلمه كده بقى إيه رول. أنا مش عارفة التصوير عامل كده ليه، مش عارفة الكاميرا عاملة كده ليه، مش جايبة الصورة واضحة. معلش أنا آسفة بجد. بس هو فعلًا أنا ما خدتش بالي، هو الفيديو عندي قديم بقى له فترة طويلة، وأنا بصراحة ما نزّلتوش يعني. يعني أنا ما كنتش عايزة أنزّله أصلًا يعني، بس قُلت هانزّله لكم برضه عشان إيه، يعني هو في غلطة كده، بس عشان برضه نتعلّم من بعض، يعني غلطاتنا دي إحنا بنتعلّم منها. أنا لمّا باعمل حاجة بتطلع وِحشة أو بتطلع فيها حاجة باقول لكم على طول، يعني بانزّل لكم الفيديو باقول لكم أنا عملته بس طلع فيه كذا خدوا بالكم، عشان نتعلّم من بعض، زي ما بنتعلّم الحلو برضه آآ تاخدوا بالكم من الوِحِش اللي بيحصل لنا والتجارب الوِحشة اللي بتحصل لنا فما تعملوهاش. هادهن بقى صينية كده زيت. هاقطّعه بقى كده. يعني شايفين المقاس اللي أنتِ عايزاه قطّعي بيه. حطّيهم بقى كده في الصينية، في أي حاجة عندِك يعني حطّيهم، وهنسيبهم برضه إيه يستراحوا. المفروض إن أنا أدخّلهم التلاجة عشان أنا كنت في حَر، والمفروض إن هُم يدخلوا التلاجة عشان الزبدة تجمد، تمام. هُم طلعوا معايا 8 وحدات. بقى هاحط بقى على وشّهم شوية زيت برضه كده. باقول لكم غطّيه، يعني غطّيه. أنا سِبته بقى يستريّح شوية. هابتدي بأول واحدة أنا قطّعتها وحطيتها، هابتدي بيها واحدة، واحدة كده. طبعًا أنا كنت عاملة والوقت متأخّر وعايزة أخلّص بصراحة، فما حطيتش في التلاجة، سِبتها استريّحت برّه كده شوية مش عارفة ليه يعني. بُصّوا طريّة إزاي والزبدة فيها طريّة، فدي كانت غلطة، فخلّي بالكم. بُصّوا بتتقطّع منّي إزاي، هو مش ما فيش مشكلة من إن هي تتقطّع، ما فيش مشكلة خالص. أنا ما رضيتش أشيل ده في المونتاج علشان يعني اللي أول مرّة هتعمل تاخد بالها من حاجة زي دي. لإن في بنات صغيّرين بيدخلوا يتفرّجوا على الفيديوهات وبيعملوا، فأنا باقول لكم يعني إن أنتم تاخدوا بالكم. لازم تحطّيه في التلاجة عشان الزبدة تجمد والعجينة تمسك شوية. أنا كمّلت بإيدي، هي مش مستاهلة بصراحة أنا اللي هي المردانة يعني. هاطبّق بقى من هنا وهاطبّق من هنا، أهو كده، زي الظرف كده. وبعدين أعملها كده زي الدايرة كده في قلب بعضها، أدخّلها في قلب بعضها كده. أنا بالِم كل ده كده لتحت. أغطّيها برضه.
افرشي بقى كده فيها، مش عايزاها رفيعة قوي يعني، وقتني كده من هنا ومن هنا اهي. انا بحاول افردها شوية كده علشان اعرف المها جوا بعض. انتي ممكن تعملي مقاس اكبر هتريحك اكتر. هنعملهم بقى كلهم كده بنفس الطريقة، ونحط بقى في الصاج او في الصواني بتاعتنا اهي. نحطها كده ونفردها. بصي ما تفرديش قوي عشان ما تطلعش رفيعة قوي وتنشف. تمام، يعني ايه، خليها تخينة شوية. انا هنا رفعتها قوي، بس انا رفعتها مش بمزاجي، ولا انا مرفعها عشان هم بناتي اما طلبوه مني طلبوه ناشف، فانا رفعتها كده عشان تنشف معايا في الفرن. لكن انتي ما تعمليهاش كده، انتي خليها تخينة شوية. بس انا غلطت برضو تاني غلطة، ان انا يعني ما عملتش واحدة ووريتها لكم تخينة شوية، فمعلش سامحوني. يعني انتي بصي شايفة الحجم ده كده اقل منه شوية. هما كانوا عايزينه مقرمش، يعني عايزينه ناشف ومقرمش كده مع الشاي. يعني هما مش عايزينه بالجبنة أو بحاجة، لأ هما كانوا عايزين ياكلوه كده بالشاي، هما بيحبوه كده يعني. طبعا أنا كنت مشغلة الفرن أهم، شايفين. هدهن بقى على وشها زبدة، أو ممكن لو عندك حتة قشطة. وش اللبن، عارفين وش اللبن اللي بنحوشه في الفريزر ده، ممكن معلقة على معلقة زبدة وتعملي يعني الزبدة خلصت اعمليه كده. ده بعد ما طلع، شايفين ناشف ازاي. انت لو كنتي تخنتيه شوية يا كاميليا كان هيطلع أطرى من كده، بس للأسف هم حابينه كده يعني. بس هو طلع زي السكر والله، كان حلو جدا جدا يعني. يا رب تجربي بطريقتي بقى كده ويطلع أحسن من اللي عاملاه طبعا مليون مرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متنسيش اللايك.